ما ينفعنا وقال ما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا السماء انفطرت دماكو آسمان بتركي وببي يشق شق يعني عين وجه. إذا السماء انشقت معنى انفطرت شقت هيك. وإذا الكواكب دما ستير انتثرت بكبن برج بلا ولا. وإذا البحار فجرت دمكو دريا بتقن وبتيكلي هذا تفجير. فجرت يعني او ديوار او آف او برزخ او شيء بدنا بين هذا رابع. وإذا القبور بعثرت دمكو كود سربني بغن سربني كمري جوان غورا جوان قدرا دركب. هاوي جاغي رنجي علمت نفس ما قدمت وأخرت. وجاغي هر كس هر نفس بزاني كان شيء اللي بيشا خوشان دي ما قدمته وأخرته إلى الآخرة وتشجني لدوكا هشتية نكري وما أخرته لم تعمل ما تركت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي مرو تشتي وخاباندي ما غرك جتك خاباندي لأبل وداي خير تفرتي كرمة ربك الكريم أو ودايكو الذي خلقك بك ماسي وراس بدرست شكري خلقك فسواك فعدلك يعني تخلق أنتيا وتنهو دعانية وتبيك ماسي أني ميداني في أي صورة ما شاء ركبك بتيجت أواي دخل يجي في أواي تا أفرانديا وتا آنيا تهبدا أبدأ مش كنت والله إجبار منه تمام سيدة قديم تمام. ماني انفطرت عين وجه معناه انشقتها. فجرت معناه وجهية فتح بعضها إلى بعض يعني أو بين هذا رابع فاختلط العذب بالمالح وزال البرزخ الذي بينهما وصارت البحار بحرا واحدا. أن الأرض إذا هي كلمة كرجال وزال أنا نبين أبا شيرين وأبا شودا برزخيه ناقينه يعني نابن تبير شخص نواه دارنجي أبا شيرين وأبا شور تبير ناب بجابي قابي إشارة بالو أبا الأويت كذا أبا الأندلسي إسبانيا لهذا يا أنا يسأل هذا يسأل أنا أبي جماعة بتكذنا بحراء أو أبي الجماعة حتى شد شيء أو كل شيرين يعني مركز شيء فايدة مش به دنا بحري ده شيء مر فايدة مش به يعني قارش مش أبناء مازوت وبنزين مازوت وآب بنزين وآب قارش مش أبناء يابو آب قارش مش أبناء يعني فترة أجر شيء كريه إجماع شيء مرزق أما كبوي قابل أبيات ببرزخ راد يعني أو أنجر راد أزبيك سيدان بله وياك لفره هي دبيز حكمته بيزانم أو يفني خندية براد كلمة مجمع كن نورمال أنا أبو ياخ وأبو بنزين شمال هم ناكبن أنا مثلا يوغنلق نقطاسية وانشاف فرق لينا نده قارش مش هفدبن نجي الهفد كبن
يعني زيادات يوغنتيا ومبرك وجاب فرقينه ده هبدا قرشمش نابن انجا yüksek basıncaki hebe vaka gazoze lehev dikebin o qarışmış demek ki ev yüksek basınçtın hebe normal kutul wan leser hevda sa bir viyaji qarıştırmış bu ki ev kunabın yani lehev nakebin av yağı benzin leser sekine o av jiberak yoğunu qayzed keme leben sekine Peki avaşuru avaş şirin. Ev durma avaşları. Ev işteriyen ne var? Aşuru aşerinci ev jibu bahret beji nefsa seyda. Evet. Dedi ev bahra kud ev bahra kud ev ki kızıl da zey kuda no have no kebe wala ev hikmeti ev cüze Tamam ev tişki evet bilim jüra açıklamak yine kire seyda. Efendim. Azunam debe bilmeyi açıklama ne kiriye. Kerem kesde mana sahip vakti kaç. Ben روي أن الأرض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية. يعني أرض شدكي أرض زوادكي امتلاء البحار فتصير مستوية. يعني تمام دلوقتي هذا. Yani Kur'an-ı Kerim'den ayet edesiyle. Kıçıya perçe dibin ya, kıçıya bahara düz dibin. Lima abi bahara ve abi cemar tetkere navevdu adı ve yek ve adânika andi abi tişkine, ku abi tişkine andi tişkine amine. Ve ma'na tescili ma'na tüccilet ya. وهو معنى التسجيل عند الحسن. عند الحسن. وقرئ فجرت بالتخفيف جهة قنن بعين معناها الشدية وقرأ مجاهد فجرت وإذا البحار فجرت مقدمة على البناء الفاعلي والتخفيف اسم خفف وبناء فعل ويجري بمعنى فجرت أو بحر فجرت حد قدر باسكريا بمعنى بغت جيبوا تشيجي حد قدر باسكريا لزوال البرزخي أوجد بتشد بالتفسير آياتا الرحمن بينهما. Seyda ya ve kelime kır önemli ya Seyda. Yani ku dikkat bükedi ve feceret abul fe ev nebaşira tegutni. Demek ki ediyeci feceret hüdüde kudarmaz ki yani çoğu insanı günekar hüdüde kudarmaz ki gazaba kudeleti. Ediyeci hüdüde kudarmaz ki ev berzakha ma beyne az kelülüşü أضار الشور أو برزخات تذكر النظر تبين. يعني زوال برغي نزل يقول تعالى دمك لا يبغيان ويجري معناه ضمن بينما برزخ لا يبغياني يعني لا يبغياني إلى قيام الساعة. عند قيام الساعة يلا. بيجري حتى يقدر بازك أو برزخ. سيدنا فتصير مستوية. نورمال ده وقت البحر. بقدر سرهاف تفد ببحرك من وقت الدنيا مستوي بك اما ابد بشي قشتي نشوفه اوفي يعني قشتي كو ارض وي اوفي دكشينه او خلاص دبي ني ارض مستوي بك وقت اوف خلاص دبي كده رجعكم ده ayet de başa kıyamet de siyacı ki perçe dibin. تبع الإمام مستوي به يعني فلانكيا بحر معرق تبت أو أفتح بقول يبدو كبا وقبل برتقع به همش مستوي بعد دوش به يعني. سيدنا ما نويسي. فقال كي قصة تشتكي بيجا براب بيجا وخدان جا صراط تبع النيفجود النيلا. من جماعة برسبيع هذا برسبيع سيدا جواب ذيك أما جماعة تبيجي تخوزي تشكي بيجي زي أربي. يعني مقاف استواء أرضي يعني تشتي بحر دكابل سرهاف جبركو دنيا دوز دبي يعني نخوات شواش بيت فهمي أو عرض أو بيت كشين إخوان شخو أف خلاص دبي بشتي خلاص بينا أوفين نو بأرض مستوي دبي عجبا بوي أوفي أرض مستوي دبي وكا لا هي سرهاف هر دري وكا سيدا قوتي
جيال برخوات اشتال برخوات ببه نوالا داگرن تبدوز دبه بيرام يعني يجي مدبشي من بخي آخر وآخر تبقى جهاز التصوير هذه صح معنى كلمة كذا بقى مثلا أما أخلق قلنا أوان شيء بلند وبي أبغى دنيسا كشخدنا بين أوان دا كيلومتر بلندايو نجمعي دنا بين أوان باي أبي أني كجرا أب تمامي تيجا بينه خطبة مستوي ويأخذ توكي قرآن بريد الجبال السويرات أوان شيء تكشف فرشة هو دبن يابان درز بر باید için abi telefon boşluğa kapattıkken tedbire geldi ve abi çıkın ne koy ve abi berzak aldı. Daha hoş değil mi? Mantıklı mı? بلى إجت لأن البغي والفجور أخوان معلوم يعني شو بغي وفجور فجرت وبغت هذا يجي المراد بتجاوز حدها أو خلاص وإذا القبور بعثرت بعثرت وبحثرت إذا بعثرت وبحثرت بمعنى يعني بعثرت بمعنى بحثرية إجا وهما مركبان تجمد صرفين الدخول ما تقولش تقول أفعالي أبي هلا نبي شبو أفعالي نحتي سيدا منحوت الفعل منحوت فعل منحوت مدقوا نوى فعل منحوت يعني وكيكم تقول بسملة مثلا بسملة عندي بسم الله بسملة بسم الله الحمد لله إجا أبو عسيرة وأبو حسيرة جي لبا سهيلي لبا قاضي لبا زمخشري لبا زحفي عالمة مركبان من البعث والبحث مع راء الإثارة مضمومة إليهما يعني مركبان بحث وبحث بقى راء إثارته شوف هم بيجن بسملة هم مش باسمي بوسيم دينن باسمي لا إسلام الله أمتينن أبجي مركب بحث رائية بحث بقى راء وبين إثارته والمعنى نسبة بعثت وأثيرت بعثت وأثيرت والمعنى بعثت وأخرج موتاها يعني بعثت وأخرج موتاها أبي قلت أخرجت لبنى القاضي سهيلي بإثارة بني معنى هيك يعني لا سمع إثارة بها شيء يعني بعث وأثير يعني مساء يعني كل تاب بنبوها في بخاودة بخاودة هذا ارتباط وقيل لبراءة خطيب السوري براءة نبي أو المبعثرة شما دولة معنى إصغارة معنى إخراجة لو معنى إخراج الدين وقيل لبراءة المبعثرة مبعثرة بلى بعث يعني مش مبعثر وين سيدنا مبعثرة مدحرجة بلى رباعية وقيل لبراءة المبعثرة شما قلت مبعثرة شما قلت النافذان بمبعثرة لأنها بعثرت يعني أظهرت وأخرجت أسرار المنافقين يعني السوري براءة شما قلت مبعثرة بلى جبوك gizli münafıka aşkaradı ki Lomaz Süleyman Özgür'e يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فإن قلت ما معنى قوله ما غرك بربك الكريم كمعناه وكيف طابق الوصف بالكرم طابق إنكار الاغترار به الظاهر أول والوصف بالكرم نوع ارتباط أو المطابقة أو جاب اغتراره إنسان مغرور بكريم به أما شما شيء ارتباطنا بين كرم وعدم اغتراره هي كيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به
تبي بقولن بيشترى بو حال وإنما يغتر بالكريم إنسان بكريم مغلوب به كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه صاح بغلام له كرات قال غلام كيف كان جاره فلم يلبيه جابه إلى دار فنظر فإذا هو بالباب إمام علي رضي الله تعالى عنه مزيني والبردنية يعني تجي في ساعتك وجابه إلى هذا فقال له ما لك لم تجبني شمت جوابها من ندى شمت تلبيها من نكر قال لثقتي بحلمك وأمني من عقوبتك شو أسبح حلمك بحليمك اشتراستم وأمني من عقوبتك عقوبتك يعني الجزاء داينا تجي أز أمين أزمت يعني تظلمين ناكي تلمنا في أزيت نادي من أز جوابه تجي ندم فاستحسن جوابه وغلط الراس تجي وأعتقه وبدأ وهاتي تجي وقالوا من كلام الرجل سوء أدب ظلمانه يعني ضاروكي يعني تيت إنسان ضاروكي بيا وناكي نواني يقول رحتن يجي غلامي وخدمتي ورحتن أو لا علامتي كنا قنجاوية ممكن علامتي باشياوي بيجبوكو أزيت نادي أو جي بسطنا جي ناقص لكن رجال كنت حضرتي علي رضي الله عنه يبعث سيارتك لقطة عبد الرحمن بن الملجم وابن دار نكداهي لبين نام بنيتي عرشي نبينك زغار نيجي أجيب أصابون ذاتي هذه الجزائر بنك شوات كيف تحقن أجيب أصابون يجوا قبل ونقصوتي والبلانش يعني إسلام دا غير إسلام دا هو إسلام أنا شيء معلش على قدر إسلام ذلك كريم سيدا إذا ذهب أجبد فرسكي بك هذا تصوير السؤال جمرة يعني السر وصفه خبر بده ذاتا أو غراندن يعني بجد بربك الكريم شبا رب كريمي بده يعني بده تما بالرب تا أو غراندن شيء ما قلت يا بوي كرم رب تا غراندن شيء يعني ده أصلا غراندن الوصفية شو وصفية وصفية بوصف نقل بربك وإذا بيجي وإنما يختار بالكريم ذاتا الفيدرج يكون بيجي بربك الكريم يعني شو ذاتا عين بوي كريمي ذاتا أو هادية تشتري بربك الكريم ذات كريمة يعني ها شو بيجي يعني دبي السؤال تكرر دبي ما غرك يعني شو دبي ما غرك بربك الكريم شمت مغرور بربك الكريم لا أما ظاهرا مو بيجي كذا إنسان مغرور أزولان أو السؤال بهذه الشكلية يعني مرب حاشا بمرب خراب دخران مرب خرابي مرب بتشتين نباش دخران طيب غروا شنو آيات كده هي دبي وان غران ديه غرور الشيطان وان غران ديه يعني حاشا خدا کو قنجه شوا خدا وان غران ديه شوا بخدا خريانه خدا وان ادري قنجه ربي خو قنجه كد شو بيتر از غلام تمام قنجه بكي بيا تغري سيدا از غلام عجيب بتشمت مغرور بربي اخوي الكريم يا جواب بيا ام بقول مرحبا بقول ام كشور ما سيدايتي به خوش به عجاني قلت معناه أن حق الإنسان أن لا يغتر بتكرم الله عليه. بعد مش عارف مجاوب ده بمربي الذي خلقك فسواك فعدلك يعني أن حق الإنسان أن لا يغتر بتكرم الله عليه وعلى كرم الكريا حيث خلقه حيا لينفعه وبتفضله عليه بذلك حتى يطمع بعدما مكنه وكلفه وعلى إمكان داي وقوة داي وكلفه في عبادة وست فعصى وكفر النعمة متفضل بها
او نعمتها وتعالى بفضل داوي بيجي انكار نعمتها خدا كر يجي تجي ان لا يقترب بشمهر به ان يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب بلا بخدا مغرور نبي يجي وتعالى يجي مكافآت بدي جنة يجي بدي وطرح العقاب يبي عذاب جهنم يجي كما اغترارا بالتفضل الاولي لولا مغرور ويا بالتفضل الاول وتعالى ويخلق هذه ابقى نعمه بمقابل فانه منكر خارج عن حد الحكمه لولا او انسان معلوم بالقرابه خطاب دي كافر مفسر باوراق خطاب مطلق بانساني شم مسلمان كافر معناه عاصيه فانه منكر خارج عن حد الحكمة. فإنه اختراع أم منكر خارج عن حد الحكمة؟ الناس تقول فإنه منكر يعني أو إنسان منكرة يعني أو إنسان أو شخص كافرة يعني خارج عن حد الحكمة دي يعني اللي يقول حكمتي ريما نتشو يعني يقول حكمتي قلت نكرة قلت دي مغرور نبوها. يعني سيدا أو أنا بيجي عجبا يعني او خدايك اقان عملت بك مين عملت ليش كنا بتتشكر بكي وتامري بيجي بني بعد تبيج ولا افهم من شيء يمكن انسان بكائنات بيدس من رواكيه demek ki evi خدا عنك اشم كم شيء قال شيء من نبه قنجيو يا مره خرابيه ناق ما تخافين هذا فانه منكر خارج عن حد الحكمة يعني منظر اشتكي قرق شنو مرض يعني معلش ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلاها جواب بما غرك بربك الكريم يغنبري خدا تفسير كيف يعدي غره جهله غره بمغرور كده جهالته وقال عمر رضي الله عنه غره حمقه وجهله وقال الحسن غره والله شيطانه الخبيث أي زين له المعاصي وقال له افعل ما شئت وربك الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به أولا وهو متفضل عليك آخرا حتى جاء أو شيطان ورده وأبد عصياني إذا كان ستيبين يجيبوا بين يجيبوا معنا ودي وشو شيء بأبد بعض بل ما غرت وكيف طابقات بوجود الغرور حكم يطرح ترتبه على وصف كرمي لأنه مناسب فكيف أنكره يدل على المناسبة حديث علي رضي الله عنه مع غلامه وأجاب زمخشري أن وصف الكرم في الآية مقيد مقرون بقوله خلقك فسواك فعدلك معناه أنه تكرم على الإنسان بأن أخرجه من العدم إلى الوجود أولا ثم تفضل عليه ثانيا بأن مكنه من العمل وعرضه يعني امتحان الثواب والعقاب ليعرف حق تلك النعمة ويشكر ربه فلما قصر فيه وغفل عنه أنكر عليه بقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك يعني من حق الإنسان أن لا يغتر بهذا الكرم بل يجتهد في العمل ويقاوم تلك النعمة بالشكر ولا يقول قد أحسن الله إلي حيث أوجدني من العدم أوجدني من العدم نحو كذلك يحسن إلي إذا أنا مت فيغفر لي وهو المراد من قوله اغترارا بالتفضل الأولي أو هي تاويل الدجاج وحاصله أنه تعيين وتوبيخ وليس بإطماع فقوله هو بتفضله بل بتفضله ما يوجد عطف على بتكرم الله صايبات بخويني شغال سينا ولا الطيبين بخوينم وازويد بخوينم بلا سابا لما بداريكن صايفة سيساتو بيستو تشارع
وحاصله أنه تعيير وتوبيخ وليس بإطماع، فقوله هو يعني تعيير وتوبيخ وليس بإطماع. ويجي هناك عالم تفسير كده ويردك فقوله وبتفضله حسن عن ذكر الله، وحتى غايته أن لا يغتر، وقوله أن يتفضل مفعول يطمع أن يتفضلها بإطماع اغترارا علة لقوله حتى يطمع أن يتفضل عليه بالثواب. وقوله فإنهم منكرون مسبب عن قوله إن حق الإنسان أن لا يغتر إلى آخره. هذه منكرون على سيدات البديئات. وقيل للفضيل جواب عن سؤال مقدر، يعني إذا كان القيد ما ذكرت فكيف قيده فضيل بالسدون المرخات؟ وأجاب أن كلامه مبني على الاعتراف بالقصور لا على الاعتذار، لأن فضيلا كان يغلب عليه الخوف وأنشد إلى آخره. يا كاتم الذنب أما تستحي والله في الخلوة سانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. شكرا خوش خلق بل سيدنا هذا وقتها هذه طنقبة كلام كذا. لا أول سلوين نقطة قد بيجي انتصاب قديها، فالآية في الكفار لقوله كلا بل كذب الدين وتغليدهم حق، ولكن ليس واجب على الله، ويجوز عقلا أن لا يخلد الكافر وأن يدخله الجنة لولا ورود السمع، والله يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. قلت الحق العموم في الآية كما ذهب إلى المصنف. وقال الإمام في الإنسان قولان، أحدهما أنه الكافر لقوله كلا بل كذب الدين، والثاني أنه متناول جميع عصاته وهو الأقرب، لأن خصوص السبب لا يقع في عموم اللفظ. وقلت والنظم يساعد عليه، وذلك أن قوله يا أيها الإنسان إلى قوله يعلمون ما تفعلون كالاعتراض بين قرينتي الجمع والتقسيم، فإن قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت الجمع عام اشتمل على الفجار والأبرار. إذا التقسيم شيء إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا شيء تقسيم تضمن معنى التقريب، فإنه تعالى لما بين أحوال القيامة بانتثار السماء وانتثار الكواكب وانفجار الأبحر والبعث عن القبور، ثم اطلاع كل نفس برها وفاجرها على عملها خيرها وشرها، نبه جنس الإنسان عن رخدة الغفلة وسنة الجهالة بقوله يا أيها الإنسان ما غرك، يعني أيها الغافل وراءك هذا الخطب الجسيم والخطر العظيم، وأنت قد اختررت بما تكرم عليك ربك حيث خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فاشتغلت بذلك عن التزود لدار الآخرة وأخلدت إلى دار الغرور. ولما كان مؤدى هذه الغفلة والاغترار إلى الدخول على المستقر الأصلي على الجنة، نزله منزلة التكذيب بيوم الدين، حتى أضرب عنه بقوله كلا بل تكذبون بالدين. وهذا كما ترى من حال المتمادي في أمور الدنيا، أو يكون نوكل الأمور الدنيا من المتسمين بالإسلام أو يكون ناظر وطن أما إسلام، إذا سمع شيئا من أمر الآخرة تقبض مع ديويد به واشفأز لغاية انهماكه في لذات عاجلة لذات الدنيا. ونظيره في تهديد المطفين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، جعلهم أسوأ حالا من الكفار، لأنه تعالى أثبت للكفار ظنا إن ظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين، أما ونفاه عنه وشيء قو ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني ظن جدا كافر شيء خراب ترى. قال القاضي ما غرك برب الكريم مذنا أو يشوى معنى كده، أي شيء خدعك وجرأك على إصيانه. وذكر الكريم من المبالغة في المنع عن الاغترار، فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم وتسوية الموالي صديق والمعادي والمطيع والعاصي.
فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام وعن الاشتغال بما به يغره الشيطان ويقول افعل ما شئت فربك كريم لا يعذب أحدا ولا يعاجل بعقوبته. وللدلالة على أن كثرة كرمه تستدعي الجد في الطاعة لا الانهماك في المعصية اغترارا بكرمه. وقوله الذي خلقك فسواك صفة ثانية مقررة للربوبية وبينة للكرم منبهة على أن من قدر على ذلك أولا قدر عليه ثانيا. جاءوا بربك الكريم من مفسرين في شكل دبي ما غرك بربك الكريم دبي شما دبي ده دبي مغرور نبا شو رب إثبات وصف ربوبيتك كريا دبي ما دام إثبات ربوبيتك كريا وصف ربوبيتك بازت تأديبه يعني دبي حق تد مغرور نبي لو رب تيا يعني ما دام رب مربيا مربي إنسان كل بل أنا ما تقدر السيدة فهم نكرة تقدر الخويني أم درس تعقيب لهم كنظام شوية. وقيل للفضيل بن عياض دبي جواب وين دبي الفضيل بن عياض جرى قلتنا إن أقامك الله يوم القيامة وقال لك صحيح فاسي صدق بيستو الشام دوام إن أقامك الله يوم القيامة وتعالى تبشيني وقال لك ما غرك بربك الكريم ماذا تقول؟ دي جواب أخذ طباع الشامية الكريم قال أقول غرتني سكونك الملقات أزبيزن أدوير ستراتين وعطي قابلتون إنسان من وستراتا أزاب مغراندين إذا تبيني ده زمخشري جواباوي تدبي وهذا أبنى معناوي أو يعني كلكم مهروف به بلكي على سبيل الاعتراف بالخطأ بالاقتران يعني أبا فضيل بن عياض أم مغروبنا يعني أم نحقن وأم مغرود بنها بالستر وتعالى ما ستر كريا وليس باعتذار نكو تشتكي نكو عذركي بيان لكي يعني أبا تشكي باشا وأم بنها جبكن صررناك دورة ربما كريمة أعطيت أو معلومة مش معناكو نقول نقل كرجمامي علي ثلاث أو في قبولناك كما يظنه الطماع أبي طماطياوي زيادة هي تقلكو بنها جبكي طماطياوي هي توبيده وتقبل كرنا توبيده وتعفو هذا بل ويظن به قصاص الحشويه او حشويه كيف سيدنا ابي شو حشويه هذه سنتنا ايه هذه سنتنا اللازمه حشويه ولا حشويه مرد حشويه بكا ما ساكت وليش ما حشويه هي قبولناك انك ويظن به قصاص الحشوية ويرونه عن أئمتهم يعني الإمام الروايات كلمة تشبوتيا كان بيج ما تشبوتيا ما قلتيا خذي قرابي إنما قال بربك الكريم دون سائر صفاته ما تشمنا يعني فتعالى آيات إذا قلتيا بربك العزيز بربك القهار بربك العظيم بربك الجبار نقول الجبار دون سائر صفاته بين يلقن عبده الجواب بأبيها تلقين عبده كريا جواب يعني جوابي هي نويتك يعني أصلا شمات مغرور به دورة قضايا تزع كريمة حتى يقول غرني كرم الكريم دوسة أو خلاص جابر القصية وابد أم حشوين موسى التشويقية في سردنات كنيا في سردنات بلي وقرأ سعيد بن جبير ما أغرك إما على التعجب يعني ما أغرك ما أنصره يعني شقد عجيبة أم مغرور يا ودي شما مغرور به وإما يجي بسبب أغرك على الاستفهام من قولك أجل وهمزة استفهامي به بيجي أو غرب معناه شيء بمعنى غفلة ما أغرك يعني أغر بمعنى غر يعني من قولك غر الرجل فهو غار إذا غفل ما أغفلك وجم بيجي بربك الكريم من قولك بيتهم العدو يعني تجمل هذه الدورة بالشف ونبدل بريك وجمل وابك وهم غارون وأوجي مغرور غافل
وتيوتن أغره غيره نخوة معنى غره وأغره وشي ويك ومعنى غافل جعله غارا يعني جعله غافلا الذي خلقك فسواك يعني جعلك سويا سالم الأعضاء فعدلك قراءة مشهور معلوم قراءة مشهور الشدية عولي سلم الشدية معنى كيف شيء بيجي تخفيف شيء يعني صيرك معتدلا متناسب الخلق من غير التفاوت فيه. شو التفاوت؟ التفاوت بعد كل شيء هو بأن يعني فلم يجعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود ولا بعض الشعر فاحما وبعضه أشقر يعني شو سيدا يعني الصوت. ولبيت على شيء سيدا هالشيء. أما موجود في الشيء ببعض الشعر يجوز أشقر معناه شعر شيء سيدا قالي تيجي. أفهم فرشة سيدا. أنا فاهم معنى فرشة بعد الشعري وبعد أشقر دمين صارشن. مقو أشقر صارشن. صارشن ها. أشقر صارشن. صارشن مي؟ وصلت شو ظاهري قلب سابي بعد الشعري فاحما اسمك الشعرين رشة وبعد يجي أشقر يعني آلي زرايب شيء صارشن باشا بعدين بدي أو جعلك إجياجي فعدلك يعني نويك حيوانات شيء جعلك معتدل الخلق تمشي قائما يمشي لا كالبهائم بل أفسرت معنى شديده وقرئ فعدلك بالتخفيف إجا عدلك في وجهان وأحدهما أن يكون معنى مشدد عدلك معنى عدلك أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت بسوا والثاني اعتدلت عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت أفن عذاب دنجان عدل بعض أعضائك حتى اعتدلت إن تكرارا اعتدلت تتبي فا حميت تجيب بيجي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت ممكن تكرارا يعني واعتدلت والثاني فعدلك إجا أو عدل عنه أم بجنيا أم بن عدل يعني ميت والثاني فعدلك يعني فصرفك شو صرفك يعني يقال عدله عن طريقي يعني فعدلك عن خلقة غيرك يعني تا فقد أنديا ميلا تكريا إيش غير ذا وخلقك خلقة حسنة مفارقة لسان الخلق إجا يعمل بيجن يعني خلق الجنس الإنساني نوع الإنساني مفارقا على المخلوقات الأخرى يعني خلق كل فرد من أفراد الإنسان مفارقا مخالفا لكل إنسان آخر علم هذا الإنسان أو بناء مهرة لسري فرق ماضيك وإنها يكن فرق أنا هيك أبدا يعني نوع كشاود لسائر الخلق مطبقي قصدوي نوع إنسانية لوجهكم بالظاهري قالك بيجي عدلك عن خلقة غيرك يعني أو إنساني دي لذلك بيجي خلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق مطبقي إجا إنسان فقط دي إيش مخلوقات دي هذا شيء أو فعدلك إلى بعض الأشكال والهيئات يعني أو شكلك وتجيكري ما في ما شاء مزيدة أي ركبك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته يعني التجيكرية دوي صورتك وخداية تعالى مشيئتها وحكمتها وقصدها أو جيتشي بياناويجي من الصور المختلقة يعني جي مختلفة معنى مختلفة أو من الصور المختلفة مختلفة بخش الله أعلم كيف جدي ولا لا بتشد مختلفة في الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة والشبه ببعض الأقارب وخلاف الشبه إلى آخره
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فإن قلت هل عطفت هذه الجملة كما عطف ما قبلها، نقول فسواك فعدلك، نقول ما تشمل هذه الودن فركبك في أي صورة شاء. قلت لو بيانا لأنها بيان لعدلك، فعدلك يعني شو عدلك؟ تصوير تعديله، تصوير وعدلك تكرم. تشوف معناه مراد بيجي عدلك تشيه يعني ركبك في أي صورة شاء. بل وكش إجا فإن قلت بما يتعلق الجار، الجار مجهول بشو متعلق بالكون يعني في أي لم يتعلق بشبه، قلت يجوز أن يتعلق بركبك يعني على معنى ركبك في أي صورة شاء، يعني ركبك وضعك في بعض الصور ومكنك فيه ركبك في أي صورة شاء في بعض الصور ومكنك فيه. وبمحذوف أن كان بيجن في أي متعلق بمحذوف هي ركبك حال كونه جاعلا إياك في أي صورة شاء. نعم، أي ركبك حاصلا في بعض الصور ومحله النصب على الحال إن علق بمحذوف. أجل متعلق بمحذوف يمكن معلوم متعلق بجاعلا يجب حاصلا إذا أم بياخذ حال، أي ركبك حال كونه جاعلا إياك في بعض الصور. ويجوز أن يتعلق بعدلك، عدلك في أي صورة. نخويك أخي أيوة معناه تعجبية يعني أي بعدلك في أي صورة. شو صورة غريب ده يعني في صورة عجيبة أو خلاص به أو جملة خلاص به. فسواك فعدلك في صورة عجيبة إجا أو جملة مستقل بسرقة ما شاء ركبك، ثم قال ما شاء ركبك يعني أي ركبك ما شاء من التراكيب، ركبك ما شاء من التراكيب يعني شيء يعني تركيبا حسنا أو معنى مرادا، معنى مراد أو تركيب ركبك تركيبا حسنا. بله أصابكم الله خيرا كثيرا. تقابل سيداين ما تشتكي بيجن تشتكي يقول ليه زيدا بكن إلاوة بكن هي قال يا والله إلاوة بكن إضافة بكن أمانة خدا خاطري